يا صباح الورد، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. انا عارفه ان العيد خلص، بس برضه كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي مصري. اول مره اجربه. كنا جعانين كده بقى وعايزين ناكل حواوشي. دايما في العيد بعمل حواوشي، بس بجد الجو كان حر قوي، معرفتش ادخل بقى واعمل عجين والفرن والكلام ده. فسهلت على نفسي الموضوع وقلت اجرب كده الحواوشي المصري. زي ما قلت لكم اول مره بعمله واجربه، بس بجد هو طعمه حلو. حاسه ان في فرق كبير كده عن الحواوشي الاسكندراني، يعني الطعم مختلف شويه. بس هو طعمه حلو، وزي ما قلت لكم كمان ما بياخدش وقت خالص، يعني 10 دقايق ولا حاجه هتكوني مجهزاه وتاكلي منه كمان على طول. ما بناخدش بقى، ما فيش ولا عجن ولا تخمير بقى ولا فرد ولا اي حاجه، على طول كده هتعمليه. في العيش اللي احنا هنشتغل بيه دوت. وعايزه اقول لك كمان انا شغاله هنا بنص كيلو لحمه مفرومه. عملت 10 رغيفه. العيش اللي انا شغاله بيه النهارده كده كبير زي ما انتم شايفين. هو عامة في الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها، اي حد عامل الحواوشي المصري بلاقي العيش اللي هو صغير عن كده، بس احنا عندنا هنا عاملين العيش كبير شوية. فانت لو هتعمليه بعيش اصغر من كده هيعمل معاكي كمية اكبر كمان. بجد طعمه حلو وسهل كده، وما خدش معايا وقت كتير. وحلو، يعني تجربة كانت حلوة. بيبقى حلو قوي كده مع المخلل ومع الحاجة الساقعة. حلو مش وحش، يعني فكرة حلوة وسهلة وسريعة كمان. يا ريت تكملي معايا الفيديو للاخر، ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل، عشان يوصلك كل جديد احنا بنعمله. ولو انت محتاره كده بقى في الغدا زيي ومش عارفه تقفي كتير في المطبخ، جربي الحواوشي المصري، هو حلو قوي برضو. وما بياخدش اي وقت كده ولا مجهود ولا اي حاجه. بيطلع كده بيبقى مقرمش كده من بره، ومن جوه بيبقى اللحمه مستويه وطعمها حلو قوي. انا حاطه كده كام اضافه هنزود بيهم الكميه بتاعه اللحم. يلا بينا نسمي بسم الله وندخل جوه الفيديو ونشوف هنعمل الحواوشي النهارده ازاي. عندي حوالي بصلتين كبار مبشورين، انا عاملاهم بالمبشره عادي مش بالكبه. ممكن تصفي منهم الميه لو حابه. وحطيت عليهم طماطميتين كده كبار برضو بس مبشورين برضو، وعليهم واحده من الفلفل. ممكن تزودي كميه الفلفل، بيدي طعم حلو قوي. ممكن كمان تحطي بقدونس. هنتبل بايه بقى؟ انا ما بزودش البهارات خالص. انا حطيت ملح وبهار لحمه وفلفل اسود. من كل حاجه كده معلقه ولا معلقه ونص صغيرين. دعكت بقى التتبيله دي كده كويس قوي مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بنص كيلو من اللحمه يكون فيها نسبه عاليه من الدهون. تمام كده. هنعجن بقى الكفته بتاعتنا هنا كويس قوي، او العجينه بتاعت الخلطه بتاعت الحواوشي كويس قوي. دخلي بقى كل البصل والطماطم والفلفل مع بعض. زي ما قلت لك ممكن تزودي بقدونس، وممكن كمان تزودي الفلفل عن اللي انا حاطاه. يعني انا حاطه واحده بس، ممكن تحطي اتنين تلاته كمان، هيبقى حلو قوي. عجيني كده كويس ولمي بقى في الكفته بتاعتك. وبعد ما تخلصيها دخليها كده التلاجة لمدة نص ساعة ولا حاجة. جبت بقى العيش اللي هو مش عارفة بتسموه ايه بقى. احنا عندنا هنا بنسميه عيش برده. فعملت فيه فتحة كده، وفي ناس على فكرة كمان لقيتها قسمة الرغيف نصين. يعني الاسهل عليكي اعملي افتحي كده بس العيش شوية كده، وبعدين ما تمليش الحواوشي قوي، ما تمليش الرغيف قوي، وما تطلعي بيه يعني ما تطلعيش للطرف باللحمة. قبل الطرف كده بشوية وتبطلي بقى تفرجي. والحشوة ما تبقاش سميكة قوي عشان تستوي معاكي بسهولة. تمام كده. بنفتح بقى كده فتحة بالمقص، او تقطعي كده الطرف الاولاني وتحطي العجينة. الاسهل عليكي بقى انت اعملي. انا زي ما قلت لك الكمية اللي انا اشتغلت بيها دي عملت لي 10 من العيش اللي انتوا شايفينه دوت، وزي ما قلت لكم الحجم ده كبير. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا ما بطلعش للاخر خالص. حشيت بقى العيش بتاعنا كده زي ما قلت لكم ب10 كور من الكفتة. عملت بيهم 10، قسمتهم كده على 10، يعني عملت بيهم ال10 سندوتشات الحواوشي اللي احنا شغالين فيهم كده مع بعض. سهل ومش هياخد معاكي وقت ومش هتقفي خالص في المطبخ. يا دوب زي ما قلت لك 10 دقايق هتكوني مخلصه، وبجد هو طعمه حلو قوي. وليه طريقتين للتسويه، الاتنين اسهل من بعض. يا اما تسويه زي ما انا هعمله كده على البوتاجاز، يا اما بتسويه في الفرن. هيبقى ازاي؟ بعد ما بتخلصي بقى كده كل الكميه بتجيبي زيت وتدهني الوش كده، ممكن زبده وزيت بس المهم ان يبقى فيه زيت. ممكن سمنه وزيت كمان. ادهني بقى كده الوشين بتوع العيش.
ورصيهم بقى في صاج ودخليهم الفرن، ومن وقت للتاني كده قلبيهم عشان تضمني ان اللحمه استوت. بس انا برضو اخترت الطريقه الاسهل وسويتهم على النار كده من فوق على طول. تمام كده، هندهن بس الزيت على الوش كده زي ما انتوا شايفين. سهل خالص اهوت، ما خدش معانا وقت ولا تعب ولا اي حاجه. هنخلص كل الكميه بتاعتنا كده، ندهنها بالزيت او الزبده والزيت، وبعدين هنحط بقى كده حاجه على النار ونحط كده كميه حلوه من الزيت. في ناس كمان انا شفتها بتقليه بتحط زيت كتير قوي يعني، فالطريقه الاسهل اعمليها. لو عندك بقى قطع من الدهون اللي هي الليه او الدهنه اللي هي طبعا اللي هي بتبقى احسن، فحطي كده معاها وانت بتحمري الحواوشي بتاعك زي ما انا بعمل كده. بصي افضلي قلبي كده وتتكي على العيش بتاعك بالمعلقه كده عشان تتاكدي ان اللحمه بتستوي. هياخد معاكي قد ايه؟ دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش التاني على نار متوسطه. بين كل مره والتانيه كده زودي الزيت. حابه بقى ان انت تستغني عن الخطوه دي، زودي بقى الزيت كانك بتقلي العيش زي ما انا قلت لك. انا شفت فيديوهات الناس عاملاه كده يعني. خلصنا، ما خدناش وقت كده ولا حاجه، وبيطلع معانا حلو قوي، طعمه حلو قوي. فكره سهله كده وسريعه لاي حد محتار في الغدا يقوم على طول. بقى لو عندك لحمه جربي بقى الحواوشي المصري، بجد حلو قوي. شكله حلو وطعمه كمان بيبقى حلو قوي، وزي ما انتوا شايفينه اللحمه مستويه كمان وزي الفل. قطعيه بقى كده او قدميه بالشكل اللي تحبيه، او ممكن اصلا قبل ما تعمليه قبل ما تحشيه ممكن تقسميه لنصين. الاسهل عليكي بقى واللي انتي حباه اعمليه. بجد هو فكره حلوه وسهله وسريعه كده للغدا، ومش هتقفي كتير خالص في الحر كده في المطبخ، وبيطلع طعمه حلو قوي. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. قولوا لي بقى اللي بيعمل الحواوشي المصري، قولوا لي كده انا عملت صح ولا كنت يعني كان في حاجه غلط. هو بجد طالع طعمه حلو قوي يعني، الحمد لله. وخلصنا الفيديو بتاعنا النهارده وبس كده، شكرا ليكم.